والمهاجم يعني او باك مهاجم عصري من الجبهه الشمال كابتن ربيع ياسين اللي خد افضل لاعب في مصر 3 مرات في الثمانينات لما كان بيلعب في الجبهه الشمال على مستوى الاداء الدفاعي مكان سيد معوض كده. طبعا هنتكلم برضو على 3 من نجوم الكوره النهارده. كابتن زكريا ناصف ايضا واحد من هداف النادي الاهلي سواء في الدوري المحلي في الثمانينات مع الكابتن محمود الخطيب وهداف النادي الاهلي في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه. هنتكلم عن الفقره التحكيميه مع حكمنا الدولي السابق كابتن وجيه احمد. معانا الكابتن محمد عمر واحد من نجوم منتخب مصر على فكره في فتره الثمانينات وكان واحد من كباتن المنتخب مع الكابتن محمود الخطيب والكابتن مصطفى عبده. كابتن محمد عمر اللي خد بطوله كاس الامم الافريقيه. ادي بدلاء حرس الحدود النهارده احمد سلامه موجود على دكه البدلاء. نكمل برضه على نجوم الاستوديو التحليلي نادر السيد كابتن نادي الزمالك وكابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر، واحد من اللعيبه الكبار وحراس المرمى اللي سابوا تاريخ كبير سواء ببطولاته اللي خدها على مستوى المحلي او مستوى الافريقي في منتخب مصر بطوله افريقيا 98 مع الكابتن محمود الجوهري. والنهارده دي حاجه جديده بقى في الملاعب، يعني عريس وعروسه بيحتفلوا واحلى احتفال ليهم. ده اهلاويه ايه دول يعني، كمان ممكن لو ربنا كرمهم كده طفل ولا حاجه يسموه على واحد من لعيبه النادي الاهلي محمد بركات وعبد الفضيل. يعني بيتنفسوا الصعداء النهارده بعد الجوله والحوار الخاص. ادي العمري فاروق عضو مجلس اداره النادي الاهلي، خالد الدرندلي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، كل الاحترام والتقدير والاحتفاظ بالالقاب، خالد مرتجي، كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي اللي موجودين. كان موجود الدكتوره رانيا علواني وادي وائل جمعه وباقي نجوم النادي الاهلي. هنقول النهارده الفرقه بالكامل بقى سواء اللي بداوا اللقاء او اللي اشتركوا او اللعيبه اللي كانت موجوده على الدكه. ادي لقطات ارشيفيه كل ده لغايه فقرات او فتره تسليم كاس السوبر النهارده للنادي الاهلي. شريف اكرامي، شريف عبد الفضيل، قائمه شرف النادي الاهلي في اللقاء، وائل جمعه واحمد السيد، سيد معوض وحسام عاشور، احمد حسن، حسام غالي، ابو تريكه، بركات، فرانسيس ديفوركي، محمد طلعت وعفروتو اللي لعبوا، احمد عادل عبد المنعم وايمن اشرف، احمد شكري، المعتز بالله اينو، امير سعيود اللاعب الجزائري. جهاز الفني للنادي الاهلي بالكامل قلناه كابتن حسام البدري، الكابتن هادي خشبه مدير الكوره للنادي الاهلي، ثاني بطوله ياخدها كمدير للكوره. معاهم الكابتن احمد ناجي مدرب الحراس اللي قدر يوصل بمستوى جيد بشريف اكرامي واحمد عادل عبد المنعم، وانضم لهم الدولي الجديد امير حارس المرمى محمود ابو السعود. النهارده بيلعب اول سوبر ليه شريف اكرامي. السوبر اللي فات كان احمد عادل عبد المنعم واللي قبله كان امير عبد الحميد. يعني النادي الاهلي في اخر 3 سوبر اشرك 3 حراس مرمى، امير عبد الحميد في 2008 واحمد عادل عبد المنعم في 2009. والنهارده شريف اكرامي 3 من ابناء النادي الاهلي هم اللي لعبوا اخر 3 سوبر. قلنا قائمه النادي الاهلي جهازهم الفني هادي خشبه وحسام البدري، علاء ميهوب، محمد يوسف ومحمد ابو العلا، احمد ناجي، وادي المهندس ابراهيم صالح عضو مجلس اداره النادي الاهلي مع المهندس هاني ابو ريده نائب رئيس الاتحاد واللي تولى الفتره رئيس اتحاد الكوره بدل للكابتن سمير زاهر، انما رجع الكابتن سمير زاهر بحكم تاني. وخلاص بقت الكوره دلوقتي يا جماعه نتمنى ان المشاكل تنتهي تماما، ما يبقاش في حاجه اسمها لا احكام قضائيه او احكام محكمه اداريه تخص كره القدم ويتولى ابناء المنظومه جميع القرارات. هنشوف فقره تسليم الكاس. مهندس ابراهيم صالح عضو مجلس اداره النادي الاهلي ممثل عن مجلس الاداره، والمهندس هاني ابو ريده قدام حضراتكم عضو اللجنه التنفيذيه، واحد من الواجهات المشرفه للكره المصريه مفيش شك المهندس هاني ابو ريده بموقعه في الفيفا. وفتره تسليم كاس السوبر تحيه للكابتن طارق العشري ايضا المدير الفني لحرس الحدود، كابتن ابو طالب العسوي، كابتن عبد الحميد بسيوني والكابتن احمد ايوب، الكابتن اسلام يوسف، اللواء حلمي مشهور المدير الاداري، وباقي اعضاء الجهاز الفني لنادي حرس الحدود. ال11 لاعب النهارده علي فرج والشاطر، محمد مكي واسلام رمضان، احمد كمال، الهرده وحليم، احمد عيد عبد الملك الصافي، احمد عبد الغني واحمد حسن مكي، وبدلائهم اللي كانوا موجودين عبد الرحمن محي، وادي ابو طالب العسوي المدرب العام، احمد ايوب واحد من ابناء النادي الاهلي ومدرب المساعد في الجهاز الفني، عبد الحميد بسيوني واحد من هداف الكره المصريه، اسلام يوسف، دكتور رضا الهليلي، اسلام الشاطر. كل بقى الفرقه هتبدا اهي. احمد ميدو اللي لابس القميص رقم 10 كان على دكه البدلاء النهارده، محمد مكي،
الحارس الاحتياطي محمد سعيد، واحد من حراس الناشئين. علي فرج كان بياخد الميداليه بتاعته. وادي ميدو، واحد من ابناء نادي حرس الحدود، محمد حامد ميدو. اسلام يوسف اللي قدامنا دلوقتي بياخد الميداليه. حارس مرمى نادي الترسانه لفتره كبيره اسلام يوسف، كان من الحراس الجيدين في فتره التسعينات. احمد سلامه اللي كان موجود على دكه البدلاء. احمد عبد الغني اللي خد كارت احمر في الدقيقه الاخيره من اللقاء. اسلام رمضان، واحد من النجوم اللي جايين في الكره المصريه، لاعب المنتخب الاولمبي اللي بيقوده الكابتن هاني رمزي. اللواء حلمي مشهور، واحد من اللواء حلمي مشهور اللي امام حضراتكم، المدير الاداري لنادي حرس الحدود، واحد من الكفاءات الاداريه الكبيره اللي بنشوفها في الكره المصريه، وجهد دائم مع فريق الحرس. وادي كاس السوبر اللي بتنتظره جماهير النادي الاهلي. كان ليا الشرف ان انا اعلق على اللقاء النهارده في بطوله جديده للنادي الاهلي. كان ليا الشرف ان انا اعلق الاهلي والاتحاد الليبي، اللقاء اللي اسعد جماهير النادي الاهلي. نتمنى فرحه للجماهير الكبيره، وكل التحيه لكل الفرق اللي بتقابل النادي الاهلي. ادي حسام غالي، يا فرحك يا حسام النهارده، يا هناك بشاره الكابتن واول بطوله يا ابني. يعني كده حاجه تفرح لما تكون كابتن النادي الاهلي وتاخد بطوله مع فرقتك. طاقم التحكيم النهارده ايمن دجيش المساعد الدولي، ما تزعلش يا عم ايمن، خدت الميداليه بتاعتك اهو، حاجه اخر جمال. جهاد جريشه الحكم الرابع، ومعاهم شريف صلاح الدين، كابتن محمد فاروق الحكم رقم 8 قلت لحضراتكم اللي بيحكم لقاءات السوبر ومرتين. يعني السوبر كده مصري 100% باستثناء مرتين.